فيلم أولاد مصر، توجو مزراحي سنة 33 وأشهر مدير تصوير في السينما المصرية. فيلم أولاد مصر هو ثالث أفلام توجو مزراحي اللي اختار اسم أحمد المشرقي بعد فيلمه الأول الكوكايين أو الهاوية سنة 30 حلقة 22، فيلمه الثاني 5001 سنة 32 حلقة 30. قصة الفيلم: أحمد عايز يتجوز دولة أخت صاحبه، وعشان في فرق اجتماعي ومادي أبوها بيرفض جوازهم. أحمد بيبعت جواب لأبو دولة يطلب فيه إيدها، الجواب بيقع في إيد ابن عمها اللي بيقطع جزء من الجواب عشان يعكس معناه في الجزء الباقي. دولة بتقرأ الجواب الناقص، بتفهم إن أحمد طمعان في فلوسها فبتزعل جدا. لما بتشوفه بتضربه بالكرباج على وشه. أحمد بيفقد عقله وبيتنقل لمستشفى الأمراض العقلية. لما دولة بتلاقي النص التاني من الجواب بتعرف الحقيقة. الفيلم تأليف وإخراج وإنتاج توجو مزراحي. مديرين التصوير كان الفيزي أورفانيلي اللي اتكلمنا عنه في حلقة 8 وعبد الحليم نصر. عبد الحليم نصر من أشهر مدير التصوير في تاريخ السينما المصرية. بدأ علاقته بالتصوير في سن 15 سنة لما كان شغال مع والده في الاستوديو مصور فوتوغرافي. اشتغل فترة مع والده وبعد كده اتنقل لاستوديو تاني اتعرف فيه على توجو مزراحي اللي اشتغل معاه كذا فيلم. اشتغل مع معظم المخرجين الكبار: أشرف فهمي، صلاح أبو سيف، أحمد بدرخان، يوسف شاهين، هنري بركات، حسن الإمام، نيازي مصطفى، وعاطف سالم. ساهم في اكتشاف نجوم سينما كبار. درس فن التصوير في معهد السينما في السنين الأولى من افتتاحه. سنة 42 كون شركة إنتاج مع أحمد بدرخان وحلمي رفلة كان اسمها شركة اتحاد الفنانين، وبعد كده استقل بالشركة سنة 48. عبد الحليم نصر تاريخ مهم في مجال التصوير السينمائي. تابعونا.